تعالوا هنعمل مع بعض بقى طاجن مكرونه بالبشاميل، بس بطريقه مختلفه وجديده خالص، وبنوع مكرونه اول مره تتعمل بيها. تابعوا الفيديو معايا للاخر عشان تعرفوا احنا هنعمل ايه والتفاصيل ايه بالظبط، لان الفيديو فيه اسرار كتير جدا. شايفين الشكل الطاجن ده كده؟ نص كيلو مكرونه. عمل معايا الطاجن والبوله ديت. طبعا ده مكرونه بشاميل طب بالفراخ، بس بطريقه ايه جديده يعني سهله، هي طريقه سهله كله كده على بعضه. طبعا معايا الفيديو بس للاخر وانتوا هتعرفوا التفاصيل بالظبط. شايفين بعد ما استوت لونها خطير ازاي؟ يعني كده كده احنا بنطلبها من بره، العيال بيطلبوها من بره بس غاليه بصراحه، فاحنا قلنا نعملها في البيت اوفر بكتير، وعملناها بطريقه جديده. يلا نبدا بقى ونقول بسم الله. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ونعمل اشتراك ولايك وشير للفيديو عشان يوصلك اي جديد، وفعل زر الجرس ودوس على كلمة الكل. يلا بقى يا امارات، نبدأ من بعض مع بعض ونقول بسم الله. احنا معانا هنا، انا جايبه كيس مكرونه. شفت المكرونه الصغيره اللي هي بتاعه التحمير؟ احنا جايبين كيس مكرونه تحمير زي ما انتم ما شايفين كده، اللي هي المكرونه الصغنونه دي. انا قلت هعملها باللي عندي وفي نفس الوقت اشوف طعمها، بس طلعت طعمها فعلا جميل جدا وخفيفه وشاربه من صوص البشاميل. يلا بقى كده معايا المكرونه اهو، كده كيس معايا نص كيلو. هنعمل بيه 2 طاجن تمام كده. شايفين المكرونه؟ بوريها لكم اللي هي المكرونه الصغيره دي، مسمينها مكرونه فونيا او مكرونه تحمير. تمام كده. الميه دي بتتسلق بتاع المكرونه، فيها معلقه ملح وفيها معلقتين زيت. هننزل بالمكرونه كده نسويها، طبعا ما نسويهاش نص سوا. المكرونه يا جماعه ما بتستويش، ما نسويهاش جامد، يعني احنا بنسويها نص سوا، عشان كده كده تدخل الفرن مع صوص البشاميل وتقعد وقت في الفرن شويه. هنا بنقلبها بقى كده، نقلبها تقليبتين، وبعد كده اول ما تستوي معايا نص سوا نصفيها بقى على طول، وتحت المية ساعة. خلاص على كده. هنا معايا بقى طاسة هشوح فيها الفراخ. انا معايا بانيه، انا الكمية دي عملتها بربع كيلو بانيه بس. هنا معايا معلقتين سمنة، وهنحط عليهم معلقتين زيت يسخنوا، ومقطعة بصل طبعا شرايح، هننزل بيهم هنا كده ونشوحهم. ننسى بقى نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. واكتبوا لي كومنت حلو كده ودعوه حلوه واشتراك للقناه، عشان انا مش هكبر الا بيكم يعني. كده اهو البصل حطيناه، هنقعد بقى نقلبه شويه كده لغايه ما يدبل معايا. وطبعا البانيه انا غسلاه ومقطعاه شرايح برضو ومصفياه. اول ما البصل معايا هيدبل هنيجي ننزل على البانيه هننزل على البصل على طول. زي ما انتم ما شايفين كده اهو البصل معايا خلاص دبل كده. البانيه اللي انا مقطعاهم ده ربع كيلو بانيه بس. هنقلب بقى كده، قلبي بقى كله في قلب بعضه كده لغايه ما تشوح مع بعضه، والبانيه خلاص يدخل على سوا. هنقطع بقى معايا فلفل اخضر، عندك فلفل الوان حطي كده. قلبي بقى كده لغايه ما يتشوح كله مع بعضه اهو. ما ننساش بقى نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وطول ما انت واقفه في المطبخ كده نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد وادعيه. كده اهو شوحت معايا. هننزل بقى عليها بايه بقى؟ هننزل عليها بقرن فلفل اخضر مقطعينه وهنحطه عليها. عندك فلفل الوان حطي كده كده هتبقى حلوه. عندك مشروم ممكن برضو تحطي، لو عندك الاولاد بيحبوه حطي، انا عندي مش بيحبوه يعني بصراحه، فما بحطش بقى الا فلفل. هنا هنحط معانا معلقه فلفل اسمر، نص معلقه كمون، وهنا معلقه ملح. وقلبي بقى كل التوابل دي في قلب بعضها كده كده. الملح اهو. شوحي بقى الفراخ اكنك بتعملي زي الشاورما كده بالظبط. هنشوحها بقى كده. وهنا بقى الخطوه الجايه ديت اللي مفاجاه، يعني اول مره هعملها بالطريقه دي وطلعت جميله جدا، وكل مره ان شاء الله هعملها بنفس الطريقه دي. تابعي الفيديو معايا للاخر عشان تعرفي التفاصيل بالظبط. هنا حطينا ربع معلقه 7 بهارات، ونقلب بقى كل ده مع بعضه كده. وشمي بقى احلى روايح معاكي من التوابل طبعا، والبصل مع الفراخ بتطلع روايح جميله جدا. كده نشوح بقى، شوحي كله كده. واللي بيعمل الطريقه ديت يكتب لي كومنت كده اعرف، يعني مش انا لوحدي بس اللي بعملها. خلاص كده شوحت معايا. هننزل بقى اهو معايا فلفل، معايا فلفل رومي، فلفل حراق زي ما انت ما عايزه. اللي عندك حطي منه. انا هنا حطيت الفلفل بقى، اقلبها تقلبتين، وعليها نص معلقه بابريكا، وقلبيها.
وهنا بقى معايا كيس خلطة بشاميل، نوع كده اسمه ويلز. انا بصراحة اول ما لقيته في السوبر ماركت لقيته نوع بشاميل بطعم الجبنة، قلت هجيبه واجربه. بحسبه بقى فيه جبنة هتمط وكده وتعمل مطة معايا، لا هو طلع طعم الجبنة. يعني عارفين الشيبسي بطعم الجبنة، هو ده كده ده كده البشاميل بطعم الجبنة. فهنحطه بقى هنا، هنحطه طبعا على الفراخ وهنقلبه زي البشاميل، زي ما بنقلب كده الدقيق في السمنة. تمام. انا هنا عشان الكمية بتاع المكرونة معايا كبيرة شوية، حطيت عليهم معلقتين دقيق مع الخلطة دي. وافضلي بقى قلبي كده وحطي معلقة سمنة. افضلي بقى قلبي الدقيق ومع الخلطة البشاميل اللي احنا حطيناها الكيس الجاهز ده، انا لقيته في السوبر ماركت حاجة جديدة كده، قلت هجربه. وهنا معايا لتر لبن هنحطه عليه بقى كده. طبعا اللتر لبن انا هغلياه وبارد عشان ما يكلكعش معاكي. وافضلي بقى قلبي كده، قلبي لغايه ما يتقل معاكي، يبقى صوص بشاميل معاكي حلو قوي. وحطي مكعب مرق الدجاج عليه وكده خلاص، هو كده تمام. كل ده على الفراخ يا جماعة. ما تقلقوش ولا يتغير طعمها ولا اي حاجة، لا بالعكس، هيبقى طعمها كريمي وزي الفل. هنا بقى حطينا شوية ملح، وهنا حطينا ربع معلقة بيكنج باودر. معلش المقطع اتمسح. بنحط على البشاميل ربع معلقة بيكنج باودر. بتديله بتخليه طعم حلو قوي، بتخليه كريمي جدا. وهنا نحط بقى المكرونة على البشاميل وعلى الفراخ، كله في قلب بعضه كده وقلبي. احنا مش هنقعد بقى نحط شويه مكرونه في الصينيه وبعد كده نحط عليها بشاميل والفراخ في النص او اللحمه المفرومه في النص، لا. هنا كله في قلب حاجه واحده اهو، كله زي ما انتم ما شايفين. ونيجي نحطه بقى في الطاجن، نحط كله في الطاجن كده، وعلى وشه طبعا الجبنه الموتزاريلا. اي نوع جبنه تفضليها بقى، جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، جبنه رومي، اللي انت حباه. ودخليهم الفرن، حطيهم في صاج ودخليهم الفرن. كده اهو انا كفى معايا الطاجن البايركس ده، وهنحط بقى الباقي في بولة. برضو هندخل الاتنين في الفرن، نحطهم في صاج زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي كده. والبايركس لو جه عليه بشاميل من بره امسحيه بمنديل عشان ما يلزقش ويتحرق معاكي. هنا بقى الجبنه الموتزاريلا هنحطها على الوش زي ما انتم شايفين كده، وندخلهم الفرن. كده كده انا مسخنه الفرن عشان يعني يبقى سخن معايا، ما ياخدش وقت. كده بعد ما دخلناهم بقى طلعناهم، ده كده شكله. يعني ده شايفين شكلهم طلع متحمر. انا ما ولعت الشوايه على فكره ولا اي حاجه، لا. آه كل ده في الفرن من غير شوايه، هو استوى كده وطلع زي الفل. كده بعد ما استوى طبعا اتحمر من الفرن بدون شوايه خالص زي ما قلت لكم. وده كده كان طعمها خرافه، وكانت طالعه كريمي وجميله جدا. ما ننساش بقى نعمل اشتراك. لو الفيديو عجبكم اعملوا لي اشتراك ولايك وشير للفيديو، وفعلي زر الجرس ودوس على كلمة الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد، وكلنا نستفاد من بعضنا. السلام عليكم.